شوف اللي هيحصل في المشهد ده وتعالى لي تاني. هات ال 100 جنيه كده يا حرز. لا يا بطاطعات والله احنا متفقين اللي هيكسب ياخد ال 100 جنيه وال 100 جنيه دي ترسم كباك كده يا حرز. كده تعمل معانا كده، ده انا منكم. لا انت مش مني، تمسيح. ايوه زي ما اخوان حرز قال لك. يلا حرز. طبعا دول 2 مسلمين وقدامهم واحد مسيحي او نصراني بيتخانقوا علشان كانوا بيلعبوا على 100 جنيه قمار يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على خير الشيخ. طبعا هم دلوقتي رايحين على الشيخ لوشة، وطبعا انتوا كلكم عارفين مين الشيخ لوشة، غني عن التعريف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على خير الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ لوشة، يا شيخ لوشة، يا شيخ لوشة، ينفع كباكا والحرز يلعبوني بالياردو على 100 جنيه ويقولوا لي انت مسيحي مش مننا؟ قمار وفتنه طائفيه، اقسم بالله لا ارضى على هذا. تعالى معلش، حقك عليا، انا متعسف، اعمل لك كل اللي انت عايزه دلوقتي. ال 100 جنيه فين؟ فين ال 100 جنيه اللي لعبت عليها قمار؟ لعبت على يشيل 100 جنيه؟ هات. حاضر حاضر. واللعب على اللي يشيل حرام؟ اللعب على اللي يشيل ده اسمه القمار، والقمار ده حرام، كبيره من الكبائر اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها. يبقى لما تيجي حضرتك بتلعب بلاي ستيشن او بلياردو ما تلعبش على اللي يشيل ولا على فلوس، عشان ده حرام. طبعا اللي حصل ده هو فعلا قمار، انك انت تلعب مع واحد واللي يخسر هو اللي يشيل، او يلعبوا على مشاريب. ده كله قمار. ما ينفعش 2 يخشوا فرقتين قدام بعض والخسران يشيل. لا، ما فيش حاجه اسمها عندنا كده. ده اسمه قمار، حرام من الكبائر. سبحان الله العظيم. الاسلام ده والله يا اخوانا ما في احسن منه. لما بيحرم حاجه بيحرم لمنفعه الناس، مش تعنت هو خلاص تحريم كده وخلاص بالعافيه. لا، القمار ده هزيمه نفسيه وهزيمه معنويه وهزيمه ماليه، في الانسان بيكون متدمر تماما. في تعدي على حقوق الاخرين، بتاخد حاجه مش بتاعتك قدام ان انت قال يعني كسبت، بتحل لنفسك ما حرم عليك من حقوق الناس، وده ما ينفعش. لكن في حاله تجوز لما 2 فريقين بيلعبوا قدام بعض ويجي طرف ثالث ملهوش دعوه بين الاثنين يقول لهم يا جماعه دلوقتي اللي هيكسب فيكم انا هديله مكافاه، واللي هيخسر خلاص مش هناخد منه فلوس. ده ما فيش مشكله خالص. فكده واحد مش خسران والتاني كسبان. كمل معايا واسمع شوف هيحصل ايه. بالنسبه للموضوع مسلم ومسيحي مفيش حاجه اسمها كده، ونتعامل بلطف ونتعامل برحمه. يبقى نتعامل مع اخواتنا بايه؟ بلطف. نتعامل مع اخواتنا المسيحيين بلطف. مفيش حاجه اسمها انت مسلم وانت مسيحي، خلينا فتره واحده خلاص. طبعا هو عنده حق في اللي حصل، لان مفيش في الحقوق فرق بين مسلم وغير مسلم. طالما هو ليه حق ياخده حتى لو كان غير مسلم وعلى غير ملتي وعلى غير ديني. مفيش حاجه اسمها طالما ده مسلم فانا اعتدي على غير المسلم. يا حبيبي ما عندناش في الدين حاجه اسمها اموالهم غنيمه لنا يا اخ علي. ده تشدد وارهاب وتطرف ورجعيه، لان الاسلام فيه انصاف للمسلمين والغير المسلمين. ولما تيجي تحكم بين 2 ده مسلم وده غير مسلم، لو الحق مع غير المسلم اوعاك تعتدي عليه عشان التاني ان هو مسلم بقى حتى لو كان ظالم انصره. لا يا حبيبي اتق الله عز وجل، هذا لا يجوز. بس في حديث عندنا بيقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. يا عم كمل المعنى كده عشان تفهم. مظلوما يعني تنصره وتقف جنبه، لكن ظالما دي يعني ايه؟ يعني لا تعينه على ظلمه. اتق الله، ما ينفعش، هذا لا يجوز. انك تنهى عن هذا المنكر وتحذره عشان عقاب ربنا يوم القيامه شديد جدا. هو ده انك انت تنصره وهو ظالم، مش تقعد جنبه وتساعده على ظلمه. لا تعالى كرولس، انا مش عايزك تزعل، حقك عليا. يلا بوس دماغه وانت بوس دماغه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لكم دينكم ولي دين. يا شيخ لوشة، ده مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هذا قول رب العالمين في سورة الكافرون. قل يا ايها الكافرون لحد ما اخر آية قالت لكم دينكم ولي دين. فهذا كلام الملك سبحانه جل في علاه. فلازم نفرق بين كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الاثنين من عند رب العالمين، ان هذا وحي وهذا وحي، قرآن وسنة. لكن لما نيجي نقول دي ايه، تقول دي آية قرآنية وده حديث نبوي عشان ما نخلطش الاثنين في بعض. طبعا المحتوى اللي بيقدمه الشيخ لوشة او لوشة يعني فانا مش معاه خالص، وانما في حاجات هو بيقولها نافعة وتوافق الكتاب والسنة عندنا، فاحنا لا ننكر ذلك ولا نعيب عليه في ذلك. ولكن لو في اخطاء بنصححها، فهو يشكر ويا رب يستخدمه في هذا المجال تحديدا ويبعده عن كل حرام يا رب العالمين، فهو ولي ذلك ومولاه. مشهد حبيت نعلق عليه، واوعوا تنسوا تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.